عمرك قلتي في راسك اني لما بقيتش متحكمه في كل شيء ولا ما بقاش عندي لو كونترول شي كارثه غادي تقدر توقع؟ كتلاحظ انك وليتي مقلق بزاف، وهاد الحاله هي ماشي وهي كتزاد معاك. كتفيق الصباح اول حاجه كيدور عليها دماغك هي واش خاصني ندير اليوم، شنو خاصني نخطط، واش نسيت جميع الاحتمالات كتقدر انك توجدهم باش انك تميتريزي هذاك النهار ديالك 100%. وكتبقى هاد واش كتبقى تعاود معاك بزاف، وحتى ملي كتخرج من الدار كتولي كترد البال جوج مرات، كتبقى كتراجع ميساج قبل ما تصيفطو، كتبقى كتفكر في الخطه في الخطه ب الا وقع ان شونجمون صغير في النهار، باغ اكزومبل تعطل شي واحد، تاجل واحد الموعد، شي اولا شي شخص بدل كلامه، كتبدا كتحس بشي حاجه في الداخل ديالك كتبدا كتغلي. ولكن واحد القضيه مهمه هو انك فاش كتشوف راسك في هذه الحاله كتبقى كتلاحظ بان الناس كيتصرفوا عادي في هذه الحاله، ولكن انت ما كتصرفش عادي، عندك شي حاجه كتحس بلي شي حاجه ماشي هي هذيك. وغادي نقول لك واحد الحاجه مهمه ممكن اول مره تسمعها، هو ان الدماغ ديالك ما تيقلبش على السعاده، الدماغ ديالك دائما تيقلب على لو كونفور ولا الامان. ودابا تخيل معايا انك كبرتي في واحد الوسط كل نهار فيه مفاجات. اول حاجه هي ستريس بزاف، ثاني حاجه هي اننا ما كندوزوش اي حاجه مرور الكرام، فيه عدم استقرار، فيه واحد ليزيكزيجونس تري الفي. اهم حاجه كتكون فيه هي الصدمات وخيبات الامل، وهذا الشيء كله كيخليك تبني اولا ديفلوبي واحد لو ميكانيزم دو ديفونس اللي كتقول مع راسك فيه انني انا الا تحكمت في كل حاجه غادي نقدر نخلي كل حاجه مزيانه، غتبقى كل حاجه ميتريزي وغتبقى كل حاجه تحت يدي وتحت السيطره ديالي، دونك ما غادي يقدر يطرح حتى شي مشكل. فهنا عشتي بهذا المبدا وامنتي به وكبرتي به، فولا لو سيستيم نيرفو ديالك تري فيجيلون وكيولي ما كيدوش اي حاجه. حتى في واحد المرحله كتولي كتعيشها في حياتك، كتولي كتعيش واحد الاصطدامات مع هذا لو ميكانيزم لو ديفونس اللي بنيتيه وكبرتي به وعشتي به في واحد الفتره من حياتك. وهنا ما كيبقاش سؤال هو انني نطرحه، هو انه علاش كيفاش نوقف اولا كيفاش ندير باش نحبس هذا لو ميكانيزم دو ديفونس. كثر ما انني خاصني نسول علاش كيديكلونشي عندي هذا لو ميكانيزم دو ديفونس واخا انا ما كنكونش عايشه واحد الحاله ديال الخطر. ملي كتبدا كتجاوب على هذه الاسئله كتبدا كتلاحظ لي ديستورسيون كوغنيتيف اللي تيدير لكم الدماغ ديالنا، سيتادير ان الدماغ ديالي كيولي واحد المرحله كيبدا كيحرف لي الواقع، كيولي كيبني لي واحد الافكار اللي هي مغلوطه واللي هي ماشي صحيحه وما متماشيش مع الواقع. وهنا فاش كنبدا كنلاحظ هذه الافكار وهذه القناعات اللي كيكونوا عندي مغلوطين كنقارنهم مع الواقع اللي كنعيشو، فكيولي التحكم عندي او السيطره عندي كتولي كتنقص شويه بشويه. ويمكن هنا المشكل مع عمره ما كان انني كنقلب انني نتحكم بزاف، المشكل هنا هو انني كنقلب انني نحمي راسي من واحد البيئه اللي كبرت فيها، من واحد الوسط اللي كبرت فيه عدم استقرار. وبيتيتر على سيغتان مومون كتحس براسك انك وصلتي لواحد الوقت انك انت كتقرر انك خصك تعيش مرتاح، لان التحكم بزاف ماشي دائما هو اللي كيعطيني الامان. وإلا عندك شي كيسيون في هذا الموضوع كتب لي في لي كومونتير.